حضور الكرام، إشارتين بغيت نطرحهم. الأولى هو أنه نحن مع الشركة الجهوية المتعددة الخدمات، واللي هي إشارة باش أنه حنا نفعلوا لاكاماتروز وكنفعلوا الجهوية المتقدمة اللي كنشدوها جميعا، وبالتالي كذلك تولي تعزيز السيادة الوطنية على بعض المواد اللي هي مهمة في البلاد واللي هي أساسية. ولكن عندي عنوانين أساسيين. أولا المتمنيات، نتمنى أنه في جهتنا من إحداث هذه الشركة رفعوا من نسبة الضبط ديال الماء صالح للشرب بالنسبة للعالم القروي وخاصة الفاضي. صحيح أن النسب مرتفعة من حيث التغطية، ولكن رفعوا النسبة ديال ضبط الفاضي بالبنازل. ثاني حاجة الرفع، كاين إشكال تطرح الآن في العالم القروي، هو ملي ولا الماء الصالح للشرب عطى تطهير السائل. هذا التطهير السائل عدم استغلالنا وعدم معالجته عطى تأثير سلبي على الفرشة المائية، وبالتالي حنا في امس الحاجه في هذه البلاد بانه حتى ذاك الماء اللي كيدار يتعالج ونستعملوه وفق هذه الظروف اللي كاين. رغم ذلك كذلك من حيث تجويد الاناره او الكهرباء، صحيح ان بلادنا قطعت مراحل كبيره في التغطيه بالكهرباء بنسبه 100% والحمد لله بشكل كبير، ولكن الاناره العموميه اللي هي معنيه بها في اطار الشركه كاين اشكال ديال كميه الاستهلاك. كيفاش نحولوا المصالح الان اللي كتستهلك الماء بشكل كبير الى التكلفه اللي كتعطي. عطينا منتج بلديه قلعه سلامه اللي كنستخلصوا مليار ديال السنتيم سنويا للكليراج بيبليك، يعني هذا الاناره العموميه. ثم حاجه خصنا نحسموا فيها من خلال هذه الشركات المتمنيات. دابا الماء ولا الضوء الماء في العالم القروي كاين اللي كيدبر الوكاله المستقله في المدينه، كاين اللي كيدبروا المكتب الوطني، كاين اللي كيدبروا الجماعه، كاين اللي كيدبروا الجمعيه. تجويد وتفعيل الحكامه باش يولي قطاع واحد يوصل هذا الشيء، صحيح خصنا نشتغلوا عليه من المتمنيات اللي نتمنى اننا نديروها. تخوف ان نسجلوا التخوف ديالنا في المرسوم كيدوي على القطاع الخاص، والقطاع الخاص في واحد الماده ديالو الثالثه كيدوي على ان واحد الوقيته يمكن الدوله تولي عندها 10%. اتخوف هاجس سجلوه كما شئتم بانه غدا نخافوا يدخل القطاع الخاص اللي هو مهم واساسي مطلوب في البلاد وشركات مواطنه كاينه في البلاد، وبالتالي يوقع هذا الحدث، يوقع ارتفاع ديال ثمن الفاتوره ديال الماء على المواطنين. كيف؟ لان غدا غادي هذه الشركه غادي تاخذ من عند الناس اللي كينتجوا اللي هو المكتب الوطني للكهرباء، ملي غتاخذ الا خاطر بثمن مرتفع او الماء غادي يبان الاثر على المواطنين. نتمنى تبقى دولتنا متواجده لان هذه ماشي سلعه، الماء والضوء هذا ماشي سلعه، هذه خدمه، وبالتالي الدوله الان بالدعم اللي كتعطي ما كنعطيوش التكلفه الحقيقيه ديال الماء. بالتالي التخوف ديالنا نتمناو على انه غدا ما تكونش اشكالات اللي يمكن ترجع للمواطن. شكرا.